السلام عليكم. اليوم غادي نديكم معايا لايطاليا وبالضبط مدينه نابولي، البلاصه اللي تولدت فيها البيتزا اول مره. هاد البيتزا هي البيتزا الاصليه. هكا الايطاليين اخترعوا البيتزا نهار الاول، ماشي البيتزات اللي كناكلوها في بيتزا هات ولا في دومينوز بيتزا ولا بيتزات ديال لي سناك. هذه هي البيتزا الاصليه، كتكون منفوخه ومفشفشه من الجناب وفيها هذوك الفراغات. انا كنحماق على الاكل الايطالي وكنشوف بلا لي شاف الايطاليين هما ناس عبقريين. لانهم غير بشويه ديال الدقيق وبشويه ديال الماء قدروا يخترعوا هذا الاختراع العالم كله كيحماق عليه، اللي هي البيتزا. ما كاينش شي واحد فينا ما تيبغيش البيتزا. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي، جيم وبارطاج. بسم الله نبدا الفيديو. هنايا عندي كيلو ديال الدقيق اللي كيدار في البيتزا هو الدقيق 00. هاد الدقيق اللي عندي انا غير زيرو، او تتكون فيه نسبه ديال البروتين عاليه. انا ما بغيتش نبقى نقلب على هاد الدقيق 00 لان معظم الناس ما غاديش يكون متوفر عندهم، وهذا هو الدقيق اللي متوفر في تقريبا في كاع البيوت المغربيه. انا لقيت هاد الاتقان هو ماشي احسن حاجه، ولكن دايز. هنايا عندي كيلو وعندي 600 مليلتر ديال الماء. علاش ما نعطيكمش بكاس العنبه؟ لان خاص الماء يكون القياس مضبوط. نص معلقه ديال الخميره، الا كاينه الخميره هذيك الطبيعيه كتكون احسن، هذيك المعجونه. ومعلقه صغيره عامره ديال الملحه، معلقه كبيره عامره ديال السكر، ومعلقه كبيره عامره ديال زيت زيتون. الوصفه الاصليه ما فيها لا سكر لا زيت زيتون، فيها غير الخميره والملح. انا ضفت هذا السكر وهذا زيت الزيتون باش نحسن المفعول ديال الدقيق، باش الدقيق يجيني احسن، لانه هو ماشي الدقيق الاصلي اللي فيه هذاك ديال 00. هنا كنخلط هذوك المكونات السائلين مع بعضهم، وكندوز كنحط الدقيق وكنحط هذيك الملح وكنضيف هذاك الماء كامله، هذيك 600 مليلتر، وكنبدا كنعجن وكنضيف في الدقيق تدريجيا. الماء غير من الروبيني عادي بحراره ديال المطبخ. كنبقى كنحرك حتى كتجانس ليا هذيك الاولى، وكان هذاك الخليط الاول اللي درت، وكنبدا كنضيف في الدقيق تدريجيا حتى كنكمل الكميه اللي معايا. هنا العجن خاصني نعجنو مزيان، هاد البيتزا خاصها تدلك. كنبقى كنعجن فيها حتى ملي كنقيس البيتزا كنلقاها سخونه، ولات درجه ديال الحراره ديالها مرتفعه بكثر هذاك التلامس ديالها كتسخن. صافي هنايا تعجنت معايا البيتزا مزيان، دلكات مزيان. ملي كنقيسها كنلقاها كتلصق. ملي كنبقى كنعجن فيها كتولي هكا كتجانس مزيان حتى كتولي كتلصق بحال ما هكا. هي في الاول كتكون قاصحه، من بعد كترجع تتلصق. كنفرغها من هذاك الاناء وكنعاود كنجمعها مزيان، كنجمع ليها جنيباتها. خاصني نحصل على عجين يكون رخو ويكون هكا لين وساهل، بحال كيف ما كنديروا العجينه ديال المسمن ديالنا، غير هي كتكون كتلصق، وخاص السطح ديالها يكون رطب هكا، ما يكونش فيها شي تكتلات ولا حبيبات الفوق. السطح كيكون رطب. وكندير ليها الاختمار البطيء اللي هو ساعتين. كنديرها في هذا الاناء وكنغطيها مزيان بزيت زيتون باش ما تكون معايا حتى شي قشره، لان المده ديال الاختمار ديالها كتكون طويله. ما نفوتش ليها ساعتين وما نقللش ليها ساعتين. في درجه حراره ديال المطبخ، ما خاصش يكون المطبخ ما يكونش سخون، ما يكونش مخدمين الفران حداها ولا شي حاجه، يكون الجو معتدل. صافي كنغطيها. هنا من بعد ما دازت ساعتين كنحصل على عجين على هذا الشكل. كندوز باش كنقطعو. هنا كيلو ديال الدقيق خرج ليا 5 ديال البيتزات ل5 اشخاص. هادو كويرات الاولين كتعزلتهم، ما صوراتهمش ليا الكاميرا. ندير معكم هاد 3 الاخرين، ضروري نديرهم في شي علبه تكون كتغلق مزيان، ما يكونش كيتسرب ليها الهواء باش كيختمروا معنا، حيت غادي نخمروهم للنوبه الثانيه. وكنبدا كنديرهم على هذا الشكل، بحال كندخل فيهم هذاك الهواء. كيف ما كتشوفوا كلهم كنديرهم على هذه الطريقه. هنا القاعده ديال هاد البيتزا، كيلو ديال الدقيق كنديروا فيه 600 مليلتر ديال الماء. درنا نص كيلو كنديروا 300 مليلتر ديال الماء، ما كنزيدوا ما كنقصوا. هذا هو القياس اللي خاصه يكون. صافي هنا فاش كنكملهم انا فرقتهم في هاد لي بواط، لان ما عنديش بواطه كبيره.
درت كل جوج في بواطه، ووحده درتها في بواطه صغيره، وكنخليهم كيختمروا من 4 حتى ل5 ديال السوايع. تشوفوا العجينه كيفاش ناجحه، باقا ما خمرتش الاختمار الثاني وبدات كتنفخ معايا. صافي هنايا كنعاود كندهنهم، ضروري كندهنهم بالزيت وكنغطيهم مزيان، ما نخليش الهواء يتسرب ليهم، وكنحتفظ بهم جانبا. وكندوز لتحضير الصلصه. كندير زيت زيتون مليحه، صلصه جاهزه ديال الطماطم. بغينا نديروا الصلصه نصيبوها في الدار، غير كنسلقوا مطيشه كنطحنوها وكنضيفوا لها هادشي اللي درت. كنضيف ليها شويه ديال الوريقات ديال الريحان ومعلقه ديال الزعتر، الريحان او الحبق، لان هذا اخواننا في الدول العربيه كيسميوه الريحان، حنا عندنا في المغرب تنقولوا ليه الحبق. كتطلع فيها الغليه كنحيدها. هنا كنحتاج جوج الانواع الموتزاريلا اللي كتكون ناشفه اللي كنحكوها او اللي كنشريوها محكوكه، والموتزاريلا الطريه اللي هي هذيك الاولى اللي وريتكم، الموتزاريلا الناشفه، وهذه الموتزاريلا الطريه، لان هذه البيتزا نابولي معروفه بهذه الموتزاريلا. هنا من بعد ما دازت 4 ديال الدقائق، 4 ديال السوايع عفوا 4 سوايع بالضبط، كنجيب هذا العجين ديالي، كنبدا بهذوك الكريات اللي صايبت الاول باش كيكونوا مختمرين اكثر من هذوك اللي صايبت في الاخر. كنضيف لهم الدقيق من الاسفل ومن الاعلى، لان كيف ما عرفتوا راه العجين تيكون كيلتصق بعض الشيء، نساعدوا بالدقيق. كنبداو كنقرصوا من الداخل لبرا باش كنخرجوا هذاك الهواء اللي تيكون في هذاك الكره ديال الدقيق ديال العجين، تيكون فيها الهواء لداخل، كنخرجوا لهذوك الجوانب. هي فاش كيجيونا هذوك الجوانب فيهم فراغات، كنضيف واحد 3 المعالق ديال صلصه الطماطم، كنضيف الموتزاريلا المبشوره، الموتزاريلا الاخرى كنخليوها من بعد. هنا كنكون مسخنه واحد المقله ثقيله ديال المسمن، كنسخنها على درجه حراره عاليه، كنحط عليها هاد البيتزا، كنخليها حتى كيبدا كيدخلها الطياب من التحت، وكتبدا كتبان لينا بدات كتنفخ من الجوانب، بحال كيف ما كيبدا يتنفخ معنا البطبوط منين كيبدا كيدخلوا الطياب. كندخلها الفران مسخن على درجه حراره عاليه الفوق والتحت، والشبكه مطلعاها الفوق لمده ديال 10 ديال الدقائق. شوفوا الشبكه راني مطلعاها الفوق تقريبا قبل من الرف الفوقاني، 10 دقائق، ما نفوتوش ليها 10 ديال الدقائق. هنا كنخرجها كتكون طايبه معايا البيتزا، كنضيف ليها هذيك الموتزاريلا الطريه او الفريش، كتجي بها جد رائعه. هاد الموتزاريلا كتبننها بواحد الطريقه فنه بزاف. صافي كنديرها 2 دقائق غير كتذوب هذيك الموتزاريلا ما خاصناش نطيبوها بزاف. واحد الملاحظه هنا، منين نقطعوا هاد الموتزاريلا نمسحوها شويه بشي منديل. هنا فاش خرجت 2 دقائق كنضيف ليها هذا الريحان باش كنحصل على هذاك اللون ديال العالم الايطالي اللي هو الاحمر والاخضر والابيض. كتجي جد رائعه بنينه بزاف، كتاكلوها بحال كتاكلوا بيتزا في شي مطعم ايطالي اصلي، بحال قلتي الويجي اللي عندنا هنا في المغرب. الحلقه ديالنا ديال اليوم سالات. الا عجبتكم القناه ديالي ومحتواها ما تنسوش تشتركوا فيها باش العائله ديالنا تكبر. جيم وبارطاج. سلامه.